تقول ان محمد رسول وتولستوي دفع ثمن الكلمه دي في بلاده غالي جدا. ان محمد رسول وهو من اعظم الرجال العظماء في البشريه، ولا يملك المرء امامه الا الاجلال. لما يجي مايكل هارت، قرأتها في الكتاب المترجم بتاعه، في الكتاب المترجم بالعربيه، وهو بيقول ان ما فعله محمد لا يمكن ان يفعله احد من التاريخ، واي انجاز في التاريخ كان يمكن ان يحدث بغير صاحبه الا ما فعله محمد عليه الصلاه والسلام. كانش حد يقدر يعمل اللي عمله عليه الصلاه والسلام. اعظم انجاز في التاريخ كله اللي عمله رسول الله. يا جماعه رسول الله اعظم شخصيات الدنيا كلها عليه الصلاه والسلام. اي عظيم من العظماء كان عظيم في حاجه، انما مش في كل حاجه. نابليون كان عظيم عسكريا، ولكن اسريا كان فاشل، والمحاكم والمسارح الفرنسيه كانت بتتريق على علاقته مع مراته. رسول الله كان عظيم اب، عظيم زوج، عظيم صاحب، عظيم كقائد، عظيم كحاكم، عظيم في كل ادوار حياته عليه الصلاه والسلام. اي انسان عظيم لو قربت منه تعظيمك ليه قل، لانك بتكتشف له سقطات. اكتر ناس انبهروا برسول الله، اكتر ناس صاحبوه وعاشوا معاه، زوجاته واصحابه عليه الصلاه والسلام. لو تقارن باعظم قوات عسكريين في الارض هو الاعظم، لو تقارن باعظم سياسيين في الارض هو الاعظم، لو تقارن باعظم حكام في الارض هو الاعظم. مش نفسك تركب فرس في الجنه جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مش نفسك تعيشي معاه في الجنه عليه الصلاه والسلام؟ مين اللي هيبقى مع النبي في الجنه؟ اللي سهروا قدام روايات هاري بوتر، ولا اللي سهروا يقروا سيره النبي عليه الصلاه والسلام؟ مين اللي هيبقوا مع النبي عليه الصلاه والسلام في الجنه؟ اللي سهروا يتفرجوا على المغنيين والمسلسلات، ولا اللي سهروا يقتدوا بسنته في قيام الليل بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى؟ صلى الله على النبي محمد. اعظم نبي يا جماعه. اي نبي يعني اي غني مش ممكن يقتدي بسيدنا سليمان انه يذبح 20,000 خيل من الزهد، انما اي غني ممكن يقتدي بالنبي في زهده عليه الصلاه والسلام. اي مصلح مش ممكن يقتدي بسيدنا ابراهيم انه يدخل يحطم الاصنام لقومه ويقطع ما بينه وبينهم، انما اي مصلح ممكن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. في النهايه كل الاصنام اتحطمت، وفي النهايه كل الناس دخلت في الاسلام. رسول الله اعظم نبي. اي نبي ممكن تقتدي بيه بس في حاجه، يعني الملك الغني هيلاقي في سيدنا سليمان قدوه، انما المريض المبتلى لا، هيلاقي في سيدنا ايوب. انما النبي ده الغنى وده الفقر، ده الحكم وده الاستضعاف، ده النصر وده الازمه، ده ان يولد ليه وده ان يموت اولاده، عشان يبقى قدوه لكل الناس ولكل البشر عليه الصلاه والسلام. اعظم قائد عسكري في التاريخ. مفيش قائد عسكري في التاريخ كل اعدائه اتحولوا لجنود في جيشه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ملك بن عوف وخالد بن الوليد وابو سفيان كل كلامه نور. الحكماء مبهورين من الحكمه اللي في كلامه، الادباء مبهورين بالفصاحه اللي في كلامه، العلماء مبهورين من الاعجاز العلمي اللي في كلامه عليه الصلاه والسلام. لما اهل اليمن جم قالوا له عايزين نعرف نحدد القبله ازاي من اليمن يا رسول الله، دلهم على طريقه. العلماء الوقت مبهورين لو عملوا خط مستقيم يطلع من اليمن على الكعبه على طول. مبهورين ازاي النبي عليه الصلاه والسلام دلهم على الطريقه دي. ان هو الا وحي يوحى. كل علامات الساعه اللي قال عليها، عشرات العلامات بتتوالى قدامنا. مين اللي كان يوم ما النبي قال ان هيظهر كاسيات عاريات؟ ما كانش حد في التاريخ يتصور ان المنظر اللي النبي قاله ده ممكن واحده ست تمشي بيه في الشارع. ده وصف شعرها كاسنمه البخت، ووصف لبسها كاسيات عاريات، ووصف شكلها وتعاملاتها مائلات مميلات. ايه ده؟ يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكله الى قصعاتها. مين اللي كان يتخيل ان العرب هيحصل فيهم كده من العالم كله؟ وده كان عمره ما حصل في تاريخهم. كل الكلام اللي قاله من نبوءات مستقبليه اتحققت بالظبط. قال الخلافه بعد 30 عاما، بالظبط الخلافه بعد 30 عام عما بدات الدوله الامويه. اعظم الشخصيات في التاريخ كلها، مايكل هارت وتولستوي والكسيس كاريلو، اكبر شخصيات مشهوره في العالم كله. برنارد شو بيقول ان العالم في حاجه الى محمد من جديد حتى يحل جميع مشاكل العالم عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. ليه سيدنا محمد هو القائد الوحيد للامه؟ ليه هو المنقذ الوحيد للامه؟ ليه هو الشخصيه الوحيده اللي ممكن ينقذ بها الامه الوقتي؟ ليه هو المثل الاعلى للامه كلها؟ ليه يا جماعه؟ ليه مفيش قدوه لنا غيره؟ ليه كلامه زي القران بالظبط لازم يطاع بالظبط عليه الصلاه والسلام؟ عارفين ليه؟
تخيل لو انت عندك 15 سنه بتقرا جورنال، لقيت مكتوب في الجورنال ان في واحد طلع في قريه صغيره من قرى انجلترا وبيزعم انه نبي، وبعد كده سنين بقى 13 سنه كل شويه تقرا خبر ان حصل مناوشات بينه وبين الحكومه، وان هو اتباعه بالعشرات قليلين جدا، وان الوضع تحت السيطره. بعد 13 سنه قريت خبر انه ساب القريه الصغيره دي وراح لقريه اصغر منها، ده كلام في انجلترا. بعد سنتين بالظبط فوجئت ان في خبر مؤذى للعالم انه قام حارب انجلترا وهزمها. بعد كذا سنه فوجئت انه خد انجلترا كلها، سنوات خد اوروبا كلها، اوروبا كلها دخلت في الاسلام، دخلت في دينه شويه، وخد نص العالم وقضى على امريكا في معركتين بس. ايه ده وانت لسه شاب؟ ايه ده؟ مفيش انجاز في البشريه قد انجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم. في التنميه البشريه جم في علم اسمه البرمجه اللغويه العصبيه، قالوا احنا عايزين نتعلم فن النجاح في الحياه. اللي ابتكر العلم ده قال طريق النجاح في الحياه انك انت تشوف انسان ناجح وتقلده في كل حاجه عملها. اهو يا جماعه اللي احنا بنعمله الوقت ده برمجه لغويه عصبيه. مين انجح من رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ مين مثل اعلى في النجاح غير رسول الله؟ يا بتوع التنميه البشريه، يا علماء التنميه البشريه، بدل ما نجيب كلامنا من مايكل وادوارد وجون وجورج، نجيب كلامنا من نموذج النجاح في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكتر شخصيه مؤثره في التاريخ. عوده الروح يا جماعه، احنا بنتكلم في السيره ليه؟ عشان عوده الروح، عشان الروح ترجع بعد قرن التيه اللي فات ده. القرن اللي فات قرن التيه، ليله 5 يونيو 67 وام كلثوم قاعده تغني اغاني الحب، واليهود واقفين عند حائط المبكى قاعدين يبكوا ويقولوا ارض الميعاد ارض الميعاد. وتاهت الامه وضاعت الامه ما بين موشحات فيروز واشعار نزار واغاني الست وافلام العندليب والحان موسيقار الاجيال ونكت سعى قلبك. وتهت الامه ما بين مسرحيات الريحاني وما بين واصبحت كلمه عالمه بتطلق على راقصه، وكلمه شيخ بتطلق على رئيس الفرق الموسيقيه، واللبس الرسمي للستات بقى الميني جيب، والحجاب بقى تخلف ورجعيه، وبقت الامه بتنهار، وسقطت الخلافه، وراحت فلسطين، وضاعت القدس، واحتلت كل الدول الاسلاميه، و100,000 جندي مصري اتقتلوا في صحراء سينا، حفروا قبورهم بايديهم، لان الجنود اليهود ما كانش عندهم وقت يحفروا قبور. 100,000 واحد حفروا قبورهم بايديهم، وبعد كده اتقتلوا واترموا واتحرقت قلوب الامه كلها عليهم، لغايه ما جه فجاه جيل طلع ما نعرفش طلع منين. جيل الصحوه الاسلاميه طلع ازاي؟ لا في تلفزيون علمه دين، ولا في مدرسه علمته تعظيم سنه النبي، ولا الشارع علمه تعظيم حرمات الله، ولا الجرايد علمته ان هو يفكر في الفردوس الاعلى. طلع جيل نبته طيبه، هم اللي الواحد بيتكلمهم دلوقتي في السلسله. عايزين نبقى صحابه الرسول الله صلى الله عليه وسلم، بس ما شفناش الرسول. نيجي يوم القيامه نقول له احنا اصحابك يا رسول الله، كنا وراك خطوه بخطوه بس احنا ما عشناش معاك عليه الصلاه والسلام. امه عايشه في تيه يا جماعه. في ناس عندها يخت، ساري عربي عنده يخت من اغنى او افخم 10 يخوت في العالم كله، ثمنه ممكن يسلم بيه مئات الالوف من الافارقه الفقراء المعدمين. واللي ولع فنجان، عمل فنجان قهوه لاحدى الراقصات ساري تاني، الفلوس اللي ولع عليها فنجان القهوه ده تنقذ مئات الالوف من اللاجئين المسلمين من شباك التنصير. يا جماعه احنا كنا اعظم امه في الدنيا. ايه اللي وصلنا لكده؟ سلسله السيره بتدي امل للجميع، بتدي امل الخادم اللي بيخدم في البيوت. انس كان خادم وبقى مع النبي عليه الصلاه والسلام في الجنه ان شاء الله. سلسله السيره بتدي امل لكل انسان، بتدي امل للامه المحطمه انها تقوم من جديد وتوصل لربنا سبحانه وتعالى. لماذا محمد؟ ليه هو اللي 1,400,000,000 بني ادم اختاروه هو عليه الصلاه والسلام؟ اشمعنى هو؟ اشمعنى محمد لما زيد بن حارثه جه ابوه وعمه عايزين ياخدوه وكان عبد عند النبي عليه الصلاه والسلام، قال لهم لا اختار على محمد، وكان قبل البعثه، لا اختار عليه احدا. قالوا له تختار العبوديه على الحريه وابوك وعمك، قال لهم رايت منه ما لا اختار احد عليه. احنا عايزين نختار النبي